السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بصوا النهاردة معانا فيديو جديد، سوق الجمعة. بصوا ده صقر. شفنا حاجات حلوة قوي كتير وحاجات حيوانات أول مرة أشوفها، وفي حيوانات شفتها بس مش على الطبيعة يعني. ده صقر. ودي البومة. البومة ابني بيحب البومة قوي، هو وخالته. بتقولي شكلها جميل، هو أحمد بيقولي دي شكلها حلو قوي. في حاجات تانية شفناها كتير. بص القطة الصغيرة دي جميلة قوي. بصوا جميلة. في واحدة قاعدة بتبيعهم يعني كده. أسعار الحاجة غالية قوي يعني. قطة صغيرة زي دي 750 جنيه. بصوا ده النسناس بقى، كان عمال ياكل خوخة تقريبا. اهو النسناس. ابني عمال يقول لي اوعي ايدك يا ماما، وانا عمال العبه ويقول لي هيعضك، وانا اقول له ما هو كان بياكل خوخة دلوقتي يعني شبع، وهو لو مسكني فعلا هيقرمني. بصوا حلو. نسناس بس صغير يعني مش كبير قوي. بصوا اهو عمال ياكل الخوخة، شايفين؟ السوق مليان وزحمة قوي وانا بقدر صورت اللي قدرت عليه لان احنا رحنا متأخر. ف... فكانت الدنيا زحمة جدا جدا. بصوا ده نسناس برضو او قرد، معرفش، تقريبا قرد بس مش كبير يعني. وفي حاجة، بصوا بقى التعابين. حتى التعابين بتتباع. هشتري تعبان اعمل بيه ايه؟ طب يا جماعة مش فاهمة انا. التعبان دوت يا جماعة انا سألته قال لي ب70 جنيه، مش غالي. وبياكل بيضة كل اسبوع. يعني بقول له بياكل ايه؟ قال لي كل اسبوع بيضة. يعني مش مكلف خالص بس بيخوف طبعا. انا جبت تعبان اربيه في البيت ليه يعني؟ مش فاهمة. حيوانات زواحف بس في ناس بتحب يعني الحاجات ديت وتربيها وكده. بس اللي غاوي بقى يربي تعبان بقى. في حاجات تانية كتير. بصوا دي ارانب. وفي طيور بقى اللي هي بتتاكل وكده، اهي فراخ بلدي، هي عادي ديك اهو. ودي ارانب جميلة. انا بحب الارانب. حتى بتوع الفاكهه واقفين برضو. الفاكهه ديت غريبه، انا معرفش، اول مره اشوفها يعني. عنده خوخ وعنب وبرقوق. وده الصقر. بصوا الراجل ربطه في السبتة، على فكره ده مربوط مش سايب يعني، لانه مش هينفع يسيبه طبعا. ده من الجوارح، ممكن ياكل اي حاجه. ده على فكره كانوا حاطين له في السبت كتكوت عمال ياكل فيه. بصوا بصوا بيبص لنا. سبحان الله. ده الصقور من الجوارح يعني، بتاكل الحيوانات صح. بص بص اهو حاطط له كتكوت وموته وقاعد بياكل فيه. على فكره الكتكوت ده كان صاحي، هو حاطته له صاحي يعني، فاهمني؟ وبعدين موته بقى وقاعد بياكل، دايس عليه برجله اهو وقاعد بياكل منفرس مفترسه. شايفين؟ دي السلحفاه الجميله الصغيره، انا حطيتها على ايدي اهي. بصوا صغيره ازاي. بيقول لي ب 250 جنيه. صغيره قوي. انا بصراحة كنت عايزة اشتري واحدة بس استصغرتها يعني على 250 جنيه. ودي العصافير بقى، الحاجات الجميلة والاصوات الحلوة. والحمام. ده حمام اللي بيتربى الغية يا جماعة. ليه اسماء طبعا بس انا معرفهاش. بس العصافير الكناريا والحاجات ديت والبغبغانات بقى والحاجات دي انا عارفاها. انا كنت مربية عصافير قبل كده. ده الثعلب. ده الثعلب المكار. بصوا شايفين؟ ما اتلفت. والسحلفة. الراجل ده بيبيع حاجات كتير، سحالف. وبصوا ايوه السحلفة تاني. الراجل ده غير ده على فكرة. ده واحد تاني كان بيبيع بقى بأسعار، عاملهم أحجام، كل دور حجم اهو. والكبيرة دي 350 و400، والصغيرة دي قال لي 170 جنيه تقريبا، حاجة زي كده. وده الطاووس. شايفين؟ جميل قوي بس حابسينه طبعا، هو لو مش محبوس كان فرد جناحه بقى وورانا الاشكال الجميله بتاعته. ده الطاووس جميل بس طاووس مش كبير يعني، صغير، لانه محبوس في القفص اهو. الطاووس بيكبر قوي قوي طبعا.
وبيفرد جناحه كبير. ودي القطط الجميلة الصغيرة. القطط ديت سألنا عليها شرازي، واللي هي معاها ديت شو اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ مش فاكرة بالظبط، بس هي اكتريتها شرازي، يعني احنا سألنا قالت لنا شرازي. شايفين؟ وقعت على ايديها الصورة دي، ما اللقطة دي ما جاتش، بس هي كانت حاطاها فوق السبت وراحت نط على ايديها. هي صاحبتهم بقى. بس القطط جميلة، حلوة اوي القطط. صغيرة، في احجام بقى وفي كبير، وهي شايفين اللي في السبت تحت دي مامتهم، بس هي مش باينة اهي. شايفينها المشمش الجميلة النايمة دي اهي، دي مامتهم. وده انفود حاطين له كتكوت. مش عارفة بقى القطة الانفود بياكل الكتاكيت ولا ايه، مش فاهمة. بس الثعلب شايفينه تحت اهو، موت الكتاكيت اهو، حاطين له كتكوتين يا عيني، موتهم ومش واكلهم ورايح جاي مكار بقى عايز يخرج. وده غراب، مش عارفة يبيعوا ليه الغراب ده. شايفين الكتكوت؟ تمساح حاطين له كتكوت برضو. السواحف دي كتير قوي. دي قطة، القطط اهي هي بيبيعوا قطط وبيبيعوا سواحف بقى وبيبيعوا حاجات كتير يعني. بس اكتر حاجة عجبتنا هناك القطط والعصافير. بص القطة الصغيرة والكلب ده، شايفينه؟ والقطة اهي. الكلب ده بيتبول تقريبا، الراجل قال لنا هو اسمه بيتبول. هو اسمه، واحمد كمان ابني كان عارف، كان معانا فقال لي ده اسمه بيتبول اهو. شايفينه؟ اكنه مفهوش شعر يعني. والكلب الصغنطوط الجميل ده انا معرفش اسمه، بس هو كان زعلان كده ومش راضي يبص لنا، يعني معرفش متأثر ليه. ودي العصافير، يعني عصافير جميلة. على فكرة العصافير مش غالية، يعني كان بيقول لنا تقريبا في جزء ب70 وفي جزء ب40، مش غالية يعني. والسمك الجميل الملون بقى وجماله، والأحجام الصغير والكبير. بصوا حتى السمكة السوداء شكلها جميل والله، يعني بص منظرها. ناخد بقى يعني اللي يربي ياخد واحدة سوداء وواحدة برتقاني اورانج من دي، وعلى ابيض ملون، شكلها جميل قوي. اختي كانت هتشتري بس اترددت، مش فاهمة ليه، علشان ما عندهاش اللي هو الجهاز بتاع الاكسجين ده، فقالت لي حرام هيموتوا مني، فما رضيتش تشتري. شايفين الجمال؟ السمك تحفة ما شاء الله، سبحان الله سبحان الله. وانتوا بتبصوا على حاجات كده مخلوقات ربنا، نقول سبحان الله سبحان الله على ابداعه، سبحان الله. ما شاء الله. بصوا دول صغيرين قوي، كان في احجام صغيره قوي، دي لسه مولوده ولا ايه مش فاهمه. سمك صغنط قوي يعني. هو شكله بيكبر شويه بس ما بيكبرش قوي، يعني هو الحجم اللي تحت ده تقريبا بس اكبر حاجه، يعني دوت كده، ده هو كده كان اكبر حاجه شفتها عند الراجل ده. شايفين؟ ما شاء الله ما شاء الله سبحان الله. جميل قوي، مناظر جميله بصراحه.